عسلامة، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وبخير. واليوم رجعت لكم بأبن دجاجة روتي باش تذوقوها في حياتكم. راهي زبدة تذوب في الفم وما نحكي لكمش قديش جات بنينه. وبالنسبه للفاح نتاعها ساهل برشا. هوني نستحق نص كيس زيتونه، مغرفه كبيره فلفل احمر، مغرفه كبيره تبل وكرويه، مغرفه كبيره كركم، مغرفه كبيره ثوم، مغرفه كبيره اكليل، مغرفه صغيره ملح، ومغرفه صغيره فلفل هكا. باش نفوح الدجاجه نتاعي باش نحاول ندخل الكلفاح للاطراف الكل، للبلايص الكل من داخل تحت الجوانح البلايص الكل. هوني من اسباب البنه نتاع الدجاجه نتاعي زاده اللي انا اخترت الدجاجه فارمي، دجاجه عربي. الحق نحس فيها جو سبيسيال، جو بنين، معناتها ابن حتى من الدجاجه السوري. جربوها وقولوا لي رايكم. به كيما تراو معناتها باش ندخل الفاح الكل فكل حتى تفزتر هكا تحت الجلده باش الدجاجه تجي بنينه، ونخليها ترتاح مده ساعه باش تشرب هكا الفاح. وتوا نحط الدجاجه نتاعي في الطبق ونغطيها بابي كويسون، بابي الومنيوم، ونحطها في الفور اللي ديجا انا سخنته على 200 درجه وحليته من الفوق واللوطه كيما تراو. وهكا الدجاجه نتاعي تكون حضرت. شوفوا لي هاك البنه وشوفوا لي هاك المنظر، راهو تشوفها حتى هكايا من بعيد تشهيك. فوالا دونك الدجاجه نتاعنا حضرت، هشوش تذوب في الفم. ان شاء الله الروسيت تكون عجبتكم. خليوا لي رايكم في كومنتير، ما تنسوش تتابعوني. وتو ما يقعد كي نقولكم ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم اسعد الايام.